اول تعثر لبرشلونة. برشلونة بتتعادل مع ريال مايوركا في الجولة الثالثة 1-1. بشكل عام كده تشكيل برشلونة كان هانز فيليك عامل طبعا بيلعب نفس تشكيل السنة اللي فاتت ما عدا حارس المرمى خوان جارسيا، وكان بيلعب بالسنتر باك الاتنين مدافعين. كان بيلعب بإيريك جارسيا، وجنبه كان بيلعب مين جنبه؟ كان بيلعب بكريستنسن في بداية الماتش. انا شايف التشكيل وباقي التشكيل نفس تشكيل السنه اللي فاتت، كان بيلعب بالقوه العظمى بتاعته. بس برشلونه طبعا كانت بتلعب خارج ارضها كل ماتشاتها، اول 5 جولات او 6 جولات تلعبها خارج الارض عشان لسه هتنتقل للاستاد الجديد. فشايف التشكيل كان كويس. برشلونه بدات الشوط الاولاني كان كويسه الى حد ما، بس في بعض المشاكل في كانت نص الملعب ما كانش في افضل حالاته، وبدري يمين يامال كان اناني وفردي بحت. رافينيا ما ظهرش، كان اداؤه النهارده ما كانش في احسن حالاته، تحس ان هو عنده اصابه او حاجه. حتى خرج الشوط الثاني، خرجه ونزل نزل فيرمان لوبيز ونزل راشفورد. طبعا راشفورد كان مكان رافينيا، وفيرمان لوبيز كان مكان داني اولمو. ده كان الشوط الثاني. انا شايف برشلونه اداء الشوط الاولاني كانت احسن نسبيا، كانت خلقت بعض الفرص، بس كانت في طبعا يعني ايه انانيه يمين يامال. وضربه الجزاء اللي اتحسبت، الهدف الاولاني اللي سدده كان ضربه جزاء ليمين يامال، هو اللي جابها وسدد ضربه الجزاء. عليها جدل، وطبعا ما كانش فيه فار وكده. بس انا شايف بنسبه كبيره تتحسب، يعني ده التحام في 18. دي هو ذكاء طبعا من يمين يامال شويه، بس شايفها تتحسب يعني. سجلت برشلونه الهدف الاولاني، كانت المفروض تستغل الفرص اللي جات لها الشوط الاولاني تسجل منها. حتى هانز فيليك اتعصب اصلا هو على الدكه وهو واقف بره. تلاقيه اولمو كان بيضيع، رافينيا جات له فرصتين. فران توريس ما ظهرش النهارده، كان برضو علامه استفهام، مفيش حد وصل له كور برضو. طبعا رايا فايوكانو كانت النهارده بتلعب على ارضها، بتلعب اللعيبه عندها بتلعب بجرينتا في حماس والتحامات وسط جمهورها طبعا. فالشوط الاولاني خلص 1-0. الشوط الثاني دخلنا برشلونه بتحاول، بس برضو كانت اسوأ من الشوط الاولاني. تبديلات هانز فيليك، ما راشفورد ما عملش اي حاجه. راشفورد بعيد خالص، يعني هو كان في ايه يا عم راشفورد؟ انت جاي تموت هنا يا عم؟ اعمل اي حاجه. نزل فيرمان لوبيز برضو، يعني اتحسن شويه برشلونه، بس كانت في فرص كتير طبعا. خط الدفاع ومصيدة التسلل كانت كور، خط دفاع برشلونه كان بيتضرب جوان كتيره. راحت ريال مايوركا كذا انفراد. خوان جارسيا يعني انا شايف ان هو مان اوف ذا ماتش، شال جوان كتيره. وطبعا كان في جوان اتسجلت واتحسبت اوف سايد، فكانت فرص اكتر ريال مايوركا. برشلونه كانت فرصها قليله جدا، هي كانت كور ثابته لإيريك